السلام عليكم أولى ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس زوايا الارتفاع والانخفاض. الدرس ده أصلا تطبيق على درس حل المثلث القائم، فلو انت ما شفتش درس حل المثلث القائم شوفه الأول عشان تبقى فاهم الدرس ده كويس. تمام؟ طيب في البداية كده عايزين نفهم العنوان أصلا، يعني ايه زوايا الارتفاع وزوايا الانخفاض؟ يعني ايه زاوية ارتفاع وزاوية انخفاض؟ لو نفترض ان دي مثلا عينك، نفترض انا ما قلتلكش ان دي عينك بجد، يعني هنفترض ان ايه، ان دي عينك ودي رموش طالعه من عينك. المهم، فعينك دي بتبص على نقطه هنا، ماشي، وليكن بقى اي حاجه بقى، شجره مثلا عاليه ايا يكن. فانت بتعمل ايه؟ طبيعي مستوى عينك الطبيعي اصلا قبل ما تبص على النقطه دي كان مستوى عينك بالشكل ده، كان كده. تمام؟ طيب لما بصيت على النقطة دي فانت عينك رفعت فوق، صح؟ فبصيت كده، فعملت زاوية. شايفين اللي حصل ده؟ عملت زاوية، فتحت زاوية اسمها زاوية ارتفاع. ليه زاوية ارتفاع؟ لان انا بصيت لأعلى، فاذا زاوية ارتفاع. يبقى سيتا اللي هتبقى هنا دي هتبقى اسمها زاوية ايه؟ هتبقى اسمها زاوية اهي، زاوية ارتفاع. طيب اللي فاهم زاوية الارتفاع هيبقى فاهم قوي زاوية الانخفاض، بمعنى انها العكس. يعني لو دي عينك، برضو هنرسم العين اللي مش مفهومة دي، ما علينا مش مشكلة، ادي شوية رموش. المهم نفترض ان دي عين، فدي عينك وانت عايز تبص على نقطة في اسفل، يعني تحت كده، اهي النقطة دي مثلا. فانت اصلا عينك كانت عاملة مستوى افقي في الاول قبل ما تبص على النقطة اللي تحت. بعدها انت بصيت على النقطة اللي تحت فبقت عاملة، فتحت زاوية كده، نعمل كده، بقت عينك عاملة زاوية لأسفل كده. الزاوية دي بسميها زاوية انخفاض. زاوية ايه؟ انخفاض، اللي هي سيتا. يعني سيتا اللي هنا دي اسمها زاوية اهي، زاوية انخفاض. طيب برضو مش فاهم، عشان تحل مسائل زاوية الانخفاض او زاوية الارتفاع بتعمل ايه؟ تعالى كده عند زاوية الارتفاع الاول، لازم ان انت تكمل المثلث، بمعنى هننزل خط من هنا كده ويبقى بيعمل زاوية قايمة بالشكل ده، يبقى انا كده كملت المثلث القائم. تمام كده؟ احنا بس ايه، كتبنا بشكل افضل شوية. طيب عند زاوية الانخفاض عشان تحل المثلث هتعمل ايه؟ لازم ان انت تقوم عامل خط، نعمل بس كده، نعمل خط كده، ثم تقوم منزل من هنا خط، وده هيكون عمودي كده. ودي طبعا هتبقى نفس الزاوية، سيتا دي هنا هتبقى سيتا هنا برضو، اللي هي زاوية الانخفاض اللي كانت فوق دي، اللي هي دي هي نفسها الزاوية دي. ليه؟ بالتبادل، صح؟ فلذلك هيبقى عندي كده المثلث القائم ده بالشكل ده. فانت المفروض يبقى انك كده دي نفسها زاوية الانخفاض بتاعتي بالتبادل. انت المفروض بقى تعمل ايه؟ لما تقرا مسألة فيها زاوية ارتفاع تعمل الشكل ده، ولما تقرا مسألة فيها زاوية انخفاض تعمل الشكل ده. طبعا ده ممكن يلخفنك وممكن يلخبطك والحاجات دي كلها. فبما ان كده كده، بص كده انا هستعمل المثلث، اما ده، بص، اما المثلث ده في الايه، في الانخفاض، وده في الارتفاع، هو نفس المثلث مش هتفرق، صح؟ لان انا كده كده في الانخفاض حتى مش هستعمل الزاويه اللي بره اللي هي الزاويه الاصليه بتاعت الانخفاض، لا ده انا هجيب زاويه مماثله ليها بالتبادل هنا هحطها في المثلث، صح؟ فقلنا خلاص يبقى احنا نعمل ايه؟ حاجه واحده بس. يبقى لو قال لي زاويه انخفاض او زاويه ارتفاع اعمل له مثلث قائم وفقط. يعني ايه؟ ادي مثلث قائم، تعمل له مثلث ايه؟ مثلث قائم. زاويه ارتفاع او زاويه انخفاض هنعمل له ايه؟ هنعمل له مثلث قائم مثلا، وليكن سميه اي اسماء بقى براحتك، انت عايز تسميه او مش هتسميه. ادي الف مثلا، ب، ج، قائم اهو في ايه؟ في ب. طيب زاوية الانخفاض او الارتفاع هتحطها دايما، وركز على كلمة دايما دي، هتحطها هنا. يبقى اذا دي الزاوية بتاعتي، صح؟ هحطها دايما فين؟ عند الجيم هنا. تمام؟ طيب هتيجي في المسائل تلاقي مثلا بيقولك كان ارتفاع الشجرة، كان طول عمود الإنارة، كانت طول الجبل، ايا يكن بقى هيقولك ايه. فبمجرد ما يقولك ارتفاع حاجة هتكتب الارتفاع هنا عند ألف ب، يبقى ده هنا ايه؟ ارتفاع. مش شرط يقول ارتفاع، ممكن يقولك طول. تمام؟ فهو نفس المعنى، يا ارتفاع يا طول. طيب ب ج بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن البعد
عن القاعدة. يعني ايه البعد عن القاعدة؟ يعني لما تلاقيه في مسألة بيقولك مثلا كان البعد عن قاعدة الجبل مثلا 5، يبقى تبقى عارف ان ب ج 5. تمام. ممكن يقولك البعد عن القاعدة او القاعدة، وعلى فكرة مش شرط يقول دول بس، ده ممكن اوقات يقولك مثلا كان ظل الشجرة. ظل الايه؟ ظل الشجرة. فكده كده الظل بيكون على الارض، صح؟ فهيكون في ب ج برضو. تمام. ألف جيم بتعبر عن ايه؟ ألف جيم بتعبر عن، بصوا بقى كده اهي، البعد عن القمة. البعد عن الايه؟ عن القمة. بمعنى لو قالك مثلا كان البعد عن قمة الجبل 10، يبقى تبقى عارف انه ألف جيم هو ده البعد. مش شرط يقولك البعد عن القمة، ممكن يقولك حاجات تانية. كان مثلا رجل مثلا مشي او طلع منحدر، او سيارة كانت ماشية على منحدر، فطول المنحدر ده هيكون في ألف جيم. هو المنحدر ده بيكون شيء مايل، صح؟ فما ينفعش تحطه في ألف ب مثلا. هل ينفع احطه في ألف ب؟ هل في منحدر كده رأسي؟ لا طبعا. هل المنحدر بيجاب مثلا زي ب ج؟ هل ممكن يبقى مكان ب ج؟ لا طبعا. اللي هو ب ج ده لا طبعا. فالمنحدر دايما بيكون مايل، اللي هو ألف ج بالنسبة لي. مفهومة كده؟ يبقى ممكن يقولك منحدر. ممكن يقولك مثلا سلم، كان طول سلم، فطبيعي السلم دايما بيكون مايل. هو في سلم كده او في سلم على الارض؟ لا، السلم مايل. يبقى اذا هتحطه في ألف ج. عشان ما لخبطكش لحد دلوقتي، انا عايزاك تحفظ الكام كلمه دول بس، سيبك من الامثله اللي انا عماله اقولها لك دي، بس عشان بس ايه بفهمك. لحد دلوقتي عايزاك تحفظ دول بس. هنكتبها تاني مع بعض عشان تحفظ معايا. لو قال لي زاوية ارتفاع او زاوية انخفاض فبحطها فين؟ عند ج. بتكون الزاوية ج، يبقى اذا ج بتعبر عن زاوية ارتفاع او انخفاض. مش هتفرق معايا، كده كده الاتنين بيعملوا في الاخر مثلث القائم اللي هو بالشكل ده، فمش هتفرق بقى. تمام. طيب يبقى زاوية ارتفاع او انخفاض، او انخفاض يبقى الزاوية ج. قلنا لو قال لي ارتفاع شجرة، ارتفاع اي حاجة، هيبقى مكانه فين؟ هيبقى مكانه ألف ب اهو. تمام. طيب لو قال لي مثلا البعد عن قاعدة شجرة مثلا، ماشي، يبقى اذا هيبقى مكانه فين؟ هيبقى مكانه ب ج. يبقى ده كده البعد عن القاعدة او القاعدة. اخر حاجة ألف ج بيعبر عن ايه؟ لما يقولي مثلا البعد عن قمة جبل مثلا، ماشي، يبقى احط الرقم بتاعه اللي هو هيقوله ده في ألف ج، هيبقى طول ألف ج. يبقى هنا كده البعد عن القمة. تمام. وهنشوف برضو بالأمثلة، مش شرط يكون يقولك البعد عن القمة، ممكن حاجة تبقى معناها برضو انه الشيء ده مايل، ان الشيء ده ايه؟ مائل. يعني انا ممكن اكتب لك كده او طول شيء مائل، بس تبقى فاهمها. تمام. يعني ايه طول شيء مائل؟ يعني مثلا منحدر، سلم كده. تمام. فاكيد الحاجه دي مش هتكون بشكل رأسي او بشكل افقي، دي حاجه مايله، فهتبقى هنا برضو. مفهومه كده؟ طيب نيجي بقى عند اول سؤال ونطبق على طول. السؤال الاول بيقول، على فكره الاسئله دي موجوده في اسئله المقالي في كتاب المعاصر على الدرس ده، وكمان الأسئلة دي موجودة في كتاب المدرسة، يعني معمول عليها هي رمز كتاب المدرسة، فالأسئلة دي كمان في كتاب المدرسة، فعشان كده أسئلة مهمة. أول سؤال معايا بيقول من نقطة على بعد 8 أمتار من قاعدة شجرة. أول كلمة دي كده مميزة معايا، بيقول إيه؟ على بعد 8 أمتار من قاعدة شجرة. من قاعدة إيه؟ شجرة. أنا خدت الحاجة دي قبل كده، إن لما يقول لي من بعد عن قاعدة، بص كده، البعد عن القاعدة اهو كان بيتحط فين؟ في ب ج. طيب نكمل. وجد ان قياس زاوية الارتفاع قمة الشجرة 22 درجة، اوجد ارتفاع الشجرة لأقرب رقمين 20. واحدة واحدة. اول ما انا في الامتحان النهائي دلوقتي وانا بقرا السؤال ومش عارف ده سؤال في انهي درس اصلا، اول ما تسمع كلمة زاوية ارتفاع تقوم على طول عامل المثلث بتاعك، من غير خلاص تقوم عامل على طول الايه؟ المثلث بتاعك مثلث قائم. انا بتعامل ان انت في نهاية السنة في الامتحان بتاعك، فانت بتقرا سؤال انت ما انتش عارف هو السؤال ده على انهي درس اصلا، فانت بمجرد ما تشوف زاوية ارتفاع او زاوية انخفاض اعمل مثلث قائم على طول. مثلث قائم على طول. تمام. هنعمل مثلث مثلا قائم ألف ب ج، وانت فاكر انه ج كانت الزاوية اللي بيتحط فيها زاوية ارتفاع او انخفاض،
وألف ب بيعبر عن الارتفاع، وب ج بيعبر عن البعد عن القاعدة أو القاعدة، وألف ج بيعبر عن البعد عن القمة. طيب هنا ايه اللي ايه؟ طبعا مش شرط تكتب كل حاجة، على حسب هو مديك ايه وطالب ايه. هفهمك. اولا بيقولك زاوية ارتفاع كانت 22 درجة، تمام؟ يبقى اذا هنا ج بالنسبة لي هكتبها هنا 22 ايه درجة. هل ينفع اكتبها في الزاوية ألف مثلا؟ لا، احنا اتعودنا خلاص في الزاوية ج بس. تمام، نكمل قراية السؤال. بعد كده هيقول لي نقرا كده من الاول تاني بس كده. من نقطة على بعد 8 امتار من قاعدة شجرة، من قاعدة شجرة 8 امتار. البعد عن القاعدة كان بيتكتب هنا في ب ج، يبقى اذا هنا 8 متر. تمام. وجد ان قياس زاوية ارتفاع قمة الشجرة 22 درجة. تمام. اوجد ارتفاع الشجرة لأقرب رقمين 20. كلمة ارتفاع دي برضو مش غريبة عليا. ارتفاع الشجرة ما احنا قلنا اي ارتفاع او طول مثلا عمود او ارتفاع شجرة بيتكتب فين؟ بيتكتب في ألف ب. يبقى اذا الارتفاع هو عايزه. هعمل عليه كده علامة استفهام عشان ابقى عارفه، مثلا بلون كده اهو. يبقى ده اللي انا عايزه بس كده خلاص. يعني مش شرط يجيب لي كمان البعد عن القمة، لا مش شرط، ممكن يجيب لك بعض المعطيات ويطلب منك حاجة برضو. طيب دلوقتي انا عايز ألف ب ومعايا ب ج وعندي الزاوية ج. اشتغل ازاي عشان اجيب ألف ب؟ فكروا كده شوية. في ناس بدأت ترد ممكن ان انا اشتغل، في ناس قالت ممكن ان انا اشتغل ظا جيم. صح؟ ليه ظا جيم؟ لان الظا مقابل على مجاور. برافو. فانا محتاج المقابل ومعايا المجاور، فهقدر ان انا اجيبه بسهولة، ومعايا كده كده الزاوية. طب هسأل انا سؤال بقى، ممكن ان انا اشتغل جا اللي هي مقابل على وتر؟ لا، ده انا ولا معايا المقابل ولا معايا الوتر، فمش هتفيدني. طب هل ممكن ان انا اشتغل جتا؟ هتقولي انا معايا الب ج وهجيب فعلا عن طريق جتا هجيب الالف ج، بس هل انت محتاج الف ج اصلا؟ هتقولي لا، انا محتاج الف ب. فهتلاقي نفسك انت عمال تطول في المسألة، والمسألة مش محتاجة ده كله اصلا. مفهوم كده؟ فهات اسهل طريقة تخليك ان انت تجيب اللي انت عايزه على طول، اللي هي ايه؟ ظا الزاوية. فظا ج هتبقى بالنسبة لي المقابل على المجاور. بكتب القانون عشان اللي مش فاكر يفتكر. المقابل على المجاور. المقابل بالنسبة للزاوية ج اللي هو ألف ب. تمام. يبقى نقوم كاتبين ظا 22 درجة هيساوي المقابل اللي هو ألف ب على المجاور اللي هو ب ج اللي احنا قلنا ب8. يبقى إذا ألف ب كده بالنسبة لي هيبقى طرفين في وسطين، ما هنا المقام واحد، يبقى واحد في ألف ب بيساوي ألف ب، وهنا هتساوي 8 في ظا 22، يبقى 8 ظا 22 درجة. لو عملتها على الآلة الحاسبة يطلع لك رقم كده 3 وهنا 2 3 2 2 0 9 وهكذا. تمام. في ارقام تانية كتير. بسأل نفسي سؤال، اولا هو عايز الاقرب ايه؟ هو طالب مني لاقرب حاجة ولا ساكت؟ لو ساكت اعملها بمزاجك. عايز تقرب لاقرب رقم 10، عايز تقرب لاقرب رقمين، براحتك. بص هنا هو طالب ايه؟ لاقرب رقمين 20. لاقرب ايه؟ نعمله كده بلون مختلف. لاقرب رقمين 20. يبقى اذا هو عايز رقمين 20 فقط. هتيجي تقوم باصص، ادي الرقمين اللي هو عايزهم وادي التلاتة كده كده معايا. يبقى اذا لازم تشوف الاتنين دي هتقرب التلاتة دي ولا لا. طبعا الاتنين مش بتقرب اللي قبلها، فاذا هيبقى الناتج معايا هيبقى 3 و23 فقط. تمام. ليه؟ لان رقم 2 ده مش بيقرب اللي قبله، مش بيزود اللي قبله، يعني 1. طيب هيبقى 3 و23 من 100 ايه؟ متر ولا سنتيمتر ولا ايه؟ لقيت كده بيقول، هو كان بيقول 8 امتار، يبقى اذا انا بشتغل بالمتر، يبقى المسألة بتاعتي بالمتر، يبقى اذا ده كده متر. مفهومة كده؟ مفهومة. نمسح بس كده دي. وزي ما انا بقول لكم دايما ان الورق ده بيكون موجود على جروب التليجرام، ما بيتساب لكم في اول تعليق مثبت، تقدر انت تدخل وتتابع الورق ده لو انت عايزه يعني. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان بيقول برضو، ده سؤال موجود في اسئلة المقالي في كتاب المعاصر، وسؤال موجود في كتاب المدرسة. السؤال رقم 7: من قمة برج ارتفاعه 60 متر وجد أن قياس زاوية انخفاض جسم
واقع في المستوى الأفقي المار بقاعدة البرج يساوي كده اللي هي الزاوية دي، اوجد بعد الجسم عن قاعدة البرج الأقرب متر. طيب واحدة واحدة كده. أول ما بشوف في المسألة زاوية ارتفاع أو زاوية انخفاض بعمل ايه؟ بجري على طول أعمل مثلث قائم. تمام؟ يبقى إذا أنت في الامتحان النهائي أول ما تشوف زاوية ارتفاع أو زاوية انخفاض يبقى أنت في الدرس ده، يبقى على طول تقوم عامل ايه؟ مثلث قائم. وبعد كده تشوف بقى هو عايز ايه بقى، ونسميه مثلا أ ب ج، سميه س ص ع، ايا يكن هتسميه ايه. المهم انت تبقى انت عارف ان الزاوية اللي هنا ايا يكن اسمها ايه بقى، الزاوية اللي هنا هي بس اللي بتتحط في زاوية ارتفاع او زاوية الانخفاض حسب اللي هو مديهولك يعني. يبقى الزاوية دايما بتتحط هنا عند ج. طيب هنقرا بقى تاني. من قمة برج ارتفاعه 60 متر، يبقى اذا ارتفاع ايه؟ ارتفاع برج، اي ارتفاع بيتحط في أ ب، يبقى هنا 60 متر. ماشي. وجد ان قياس زاوية انخفاض الجسم واقع في المستوى الافقي المار بقاعدة الجبل يساوي كذا. ماشي، بقاعدة قصدي البرج. يبقى دي الزاوية بتاعتي اهي 28 درجة وكام و36 و36 دقيقة، يبقى اهي و36 دقيقة. اللي بعده اوجد بعد الجسم عن قاعدة البرج. بعد الجسم عن القاعدة، انا الكلمة دي مش غريبة عليا، برافو عليك. في ناس قالت بعد الجسم عن القاعدة كان بيتكتب في ب ج. تمام، يبقى اذا هو دلوقتي محتاج مني ايه؟ عايز مني ب ج. هسألك انا بقى دلوقتي، هشتغل جا ولا جتا ولا ظا، ولا هتشتغل بحاجة تالتة خالص بقى مش موجودة اصلا؟ فشوف انت هتشتغل بايه، جا ولا جتا ولا ظا. لو في حد قال جا، فجا فعلا تشتغل معاك، ولكن هتجيب لك أ ج وانت مش عايز أ ج، فمش مناسبة بالنسبة لك. لو حد قال جتا، فجتا هتشتغل معاك، هتلاقي ب ج، يعني انت هتبقى حاجة فيها ب ج، ولكن هتلاقي ب ج مجهولة وأ ج مجهولة، فانت هتقف مش هتستفاد منها اي حاجة. فالوحيدة اللي تنفع معاك ايه؟ الظا. برضه الظا ايه؟ ظا الزاوية. يبقى اذا هنقوم عاملين كده، يبقى ظا ج هتساوي، هكتبها لك تاني برضو، المقابل على المجاور. ماشي، المقابل على ايه؟ على المجاور. يبقى ظا اهي، هنكتب بقى الزاوية 28 درجة و36 دقيقة هيساوي المقابل اللي هو 60 على المجاور اللي هو ب ج. يبقى ب ج هتساوي طرفين في وسطين. احنا كده كده عارفين ان طرفين وسطين برضو ده في ده على ده، صح؟ على ده على الظا، ده في ده على الايه؟ على الظا، بمعنى 60 في 1 على الظا. ظا 28 درجة في 36 دقيقة. لو حاسس ان الطريقة دي هتلخبطك، حلها واحدة واحدة عادي خالص. قول ان 1 في 60 ب60 هيساوي ب ج في ظا 28 درجة و36 دقيقة، وبعد كده هتلاقي نفسك اصلا بتقسم على الظا. بص بقى الرقم هيطلع ايه. لو عملته على الآلة الحاسبة هتلاقي الرقم بيطلع معاك كده 110 و 0 4 7 7 8 وهكذا. تمام، انا بشوف هو طالب مني ايه. هل طالب لأقرب رقم عشري، لأقرب رقمين، لأقرب 3 أرقام عشرية، ولا طالب لأقرب متر او لأقرب سنتيمتر، حسب طبعا الوحدة يعني اللي بيشتغلها. بص كده قال ايه؟ قال لك لأقرب متر. لأقرب متر دي معناها ان هو عايز الرقم الصحيح ايه بس، مش عايز اي ارقام عشرية، ولذلك هيجي للي قبل الرقم الصحيح على طول، اللي قصدي بعد الرقم الصحيح على طول اللي هو كان اول رقم عشري. هسألني ولا هسأله؟ هشوف يعني، ولا هسألني ولا هسأله، هشوف الرقم الصحيح، الرقم العشري الاولاني ده هل بيقرب الرقم الصحيح ولا لا. الصفر ما بيقربش، لو الرقم اعلى من الخمسة فبيقرب، تمام، غير كده مش بيقرب. طيب الصفر هل بيقرب؟ لا، فهتفضل 110. تمام، يبقى اذا كده الناتج بتاعي هيبقى 110. الوحدة بتاعتي كانت ايه؟ كانت متر، يبقى اذا هنا 110 متر، يبقى نكتبها كده متر. مفهومة كده؟ يبقى اذا برضو تاخد بالك من موضوع هو طالب لأقرب ايه عشان تحل مظبوط. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان رقم كام؟ كان رقم 6 برضو. السؤال ده المفروض ان انت تاخده تمرين ليك، فانتوا وقفوا الشاشة كده وحاولوا ان انتوا تحلوه دلوقتي، وبعد كده شغلوا الفيديو وتشوفوا تصححوا لنفسكم.
كده كده لو الناتج معاكم طلع كده اللي هو 329.8 يبقى انتوا كده ايه حلتوه صح. لو ما حلتوش صح كده كده هنحله برضو مع بعض ونشوف الحل الصح هيبقى عامل ازاي. فوقف الفيديو وبعد كده شغله تاني بعد ما انت تحله. تمام؟ ها وقفته وشغلته فعلا تاني. نشوف بقى هنحله ازاي. اول السؤال بيقول ايه؟ من قمة منارة ارتفاعها 200 متر قيست زاوية انخفاض قارب في النهر، فكان قياسها اولا. انا وقفت عند كلمة ايه؟ زاوية انخفاض. انا بحل معاك كأني فعلا في الامتحان النهائي ومش عارف السؤال ده من درس ايه اصلا. اول ما شفت كلمة زاوية انخفاض هجري على طول اعمل ايه؟ اعمل مثلث قائم. يبقى دي كده مثلث قائم. ألف مثلا ب، عايز تسميه براحتك خالص بس تبقى عارف ان الزاوية اللي عند ب دي، عند ج قصدي، دي هي دايما زاوية الانخفاض او زاوية الارتفاع. هل هو قالها لي بقى بالمرة؟ قال لي اهو 31 و14 درجة. يبقى هنا كده نكتبها 31 و14، قصدي 31 درجة و14 دقيقة. تمام. فما بعد، هو قال ايه اصلا؟ فما بعد، نرجع كده، فما بعد القارب عن قاعدة المنارة إذا كان القارب يقع مع قاعدة المنارة في مستوى أفقي واحد. واحدة واحدة ونقرأ تاني السؤال. بيقول لي من قمة منارة ارتفاعها 200 متر. يبقى إذا ارتفاع المنارة، الارتفاع بيتحط فين؟ بيتحط في ألف ب. يبقى هنا كده هيبقى 200 متر. قيست زاوية انخفاض قارب، ماشي ده كله خدناه. فما بعد، ما بعد ماشي القارب عن قاعدة المنارة. البعد عن القاعدة، البعد عن القاعدة كنت بكتبه فين؟ كنت بكتبه عند ب ج. عند ايه؟ عند ب ج. يبقى اذا هنحط البعد عن القاعدة، هو بيسأل عنه يبقى احط عليه علامة الاستفهام. ماشي. إذا كان القارب يقع مع قاعدة المنارة في مستوى أفقي واحد. هل الجملة دي تقلقك؟ لا. ليه؟ لأنه طبيعي القارب، بص كده، القارب بيقولك من قمة منارة ارتفاعها كذا قيست زاوية انخفاض. طبيعي دي المنارة اللي هي ألف ب. تمام. زاوية انخفاض على قارب كان في النهر، يعني دي القاعدة بتاعت القارب ودي القاعدة بتاعت المنارة اهي، دي القاعدة ودي القاعدة، فطبيعي هما الاتنين فعلا على مستوى أفقي واحد. فهي جملة ما تقلقكش خالص، جملة عادية خالص، جملة بتوصف بس بتأكد عليك يعني. تمام. دلوقتي ايه مشكلتي؟ مشكلتي ان انا عايز ب ج. اجيب ازاي ب ج؟ هي بالصدفة كده جت ان المسائل تقريبا كلها مجتمعة، بس طبعا في مسائل تانية بيبقى عايز البعد عن القمة. خلونا ان احنا نحل المسألة دي وبعد ما نجيب المطلوب اللي هو عايزه نجيب كمان البعد عن القمة. تمام، عشان ابقى دربتك على الاتنين. طيب ب ج هجيبه ازاي؟ ببساطة هسأل نفسي اشتغل جا ولا جتا ولا ظا. في ناس قالوا خلاص هي ظا وعارفينها ومتأكدين. ماشي، يبقى انت كده فعلا اشتغلت المسألة صح. يبقى اشتغل فعلا ظا ج على طول بقى نعوض. يبقى يعني ظا 31 درجة و14 دقيقة هيساوي المقابل يعني 200 على المجاور يعني ب ج. يبقى اذا ب ج هتطلع معايا بتساوي 200 على، كأنك بدلت دول، بص كده كأنك بدلته، 200 على ظا 31 درجة و14 دقيقة. عملتها ازاي؟ بكل بساطة نشيل بس دي كده اهي. بكل بساطة ب ج اصلا بتساوي 1 في 200 على ظا 31 درجة و14 دقيقة. تمام، فعلى طول مش محتاج اكتب اهي في واحد اهي عشان تبقى مظبوطة. تمام. طيب نيجي نعملها على الآلة الحاسبة. طلع معايا الرقم ده 329 و 80607. ماشي. هرجع للسؤال، هو كان عايز ايه اصلا؟ هو كان عايز هل اقرب حاجه، قال لك لا اقرب حاجه، ده سابها لك فاضيه ما قالش اي حاجه. بصوا كده ما قالش اي حاجه اهو. فما بعد القاعده عن القارب، ما قالش هاتها لي باي حاجه خالص. اذا هاتها بالطريقه اللي تريحك. في ناس مثلا هتقوم قايله ماشي انا هجيبها عن طريق هجيب بس الرقم اللي هو الاقرب متر بس، مش هي كانت بالمتر، يعني هجيبها الاقرب متر، يعني مش عايز اي ارقام عشريه. فهشوف الرقم العشري اللي قبل اللي هو اول واحد على طول. هل التمانية هتقرب التسعة؟ هتقرب التسعة. هتخليها ايه؟ هتخليها 10 صح؟ يعني هتخليها 10. طبعا ما بنكتبش 10، بنخليها 0 وبنودي الواحد دي مع اللي قبلها، فاللي قبلها كانت 2 هتبقى 3، يعني هتبقى 330. ده لو انت عايز تقربها لأقرب ايه؟ لأقرب متر.
مثلا حد تاني يقول لا انا هقربها الاقرب اللي هو رقم 10 واحد بس، يعني كده 329 وتمانية من عشرة. ليه ما خليتهاش و9 من عشرة؟ لان اللي قبل التمانية كان الصفر، والصفر مش بيقرب، فاذا و8 من عشرة. عايز تكتبها كده دي صح، عايز تكتبها كده صح براحتك، عايز تخليها الاقرب 3 ارقام عشرية براحتك طالما هو ما طلبش. ماشي، يبقى اذا الاجابه بتاعتي هتكون بالشكل ده. نشيل بس كده دي اهي. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو اتاكد من اجابتك حليت كده مظبوط ولا لا. السؤال اللي بعده كان السؤال رقم 8، بيقول عندي عمود إنارة طوله 7.2 متر يلقي ظلا على الأرض. ركز بقى المرة دي، قال لي إيه؟ قال لي جملة مختلفة شوية، يلقي ظلا على الأرض. ماشي، طول إيه؟ طول الظل. ماشي، 4.8 متر. اوجد بالراديان، ودي برضو فكرة تانية، ما قالناش المرة اللي فاتت إن هو عايز مثلا قياس الزاوية، وكمان طالبها بالراديان. تمام، يعني بالقياس الدائري. عندئذ زاوية ايه؟ زاوية الارتفاع. برضو انا في الامتحان شفت زاوية الارتفاع، على طول هعمل ايه؟ هرسم مثلث قائم. يلا بينا. مثلث قائم ألف ب ج، قائم في ب. بعد كده الزاوية بتاعتي هتبقى فين؟ الزاوية بتاعتي اللي هي ج، اللي هو عايزها اصلا، اللي هو طالبها. هعمل عليها علامة استفهام عشان ابقى عارف. ماشي، نقرا بقى كده تاني سريعا. عمود إنارة طوله ما احنا قلنا طوله يعني ارتفاعه، صح؟ يعني هيتحط فين؟ في ألف ب، هيبقى هنا 7.2 متر. ماشي، يلقي ظلا على الأرض. هسألك سؤال بجد، هل ممكن الظل يكون مكانه ب ج ولا مكانه ألف ج؟ ها، منطقي يعني، منطقي هيبقى ب ج ولا ألف ج؟ ب ج طبعا، هو الظل دايما على الأرض، حتى هو بيقولك الظل على الأرض. تمام، فطبيعي الظل مش هيكون في ألف ج، مش هيتحط ألف ج. تمام، ألف ج ده ممكن يتحط مثلا طول سلم، حاجة كده مايلة، طول منحدر، ماشي كده. يبقى ب ج دي كده بالنسبة لي هتبقى طول الظل اللي هو كام؟ 4.8 متر. اوجد بالراديان قياس زاوية الارتفاع الشمس عندئذ. معايا بص، الزاوية هي الزاوية ج، صح؟ معايا ايه منه اصلا؟ معايا ايه بالنسبة لها؟ معايا المقابل ليها ومعايا المجاور ليها. يبقى مين اللي بيجمع ما بين المقابل والمجاور؟ الظا طبعا. يبقى ظا ايه؟ ظا ج بيساوي، طبعا المسائل جايه بالصدفه انها ايه؟ الافكار بتاعتها ظا لحد دلوقتي، لكن انت ممكن تشتغل جا او جتا او ظا، التلاته مظبوطين عادي. يعني عشان كنت قايله لكم ان احنا نحل اللي قبلها، نجيب كمان القمه، البعد عن القمه. هقوله لكم سريعا كده. هو البعد عن القمه كان بيبقى ايه؟ البعد عن القمه اللي هو الف ج، صح؟ فلذلك لازم ان انا اشتغل ايه بقى دلوقتي؟ هشتغل مثلا يا جا يا جتا، لان انا كده هيبقى معايا، ما انا جبت خلاص الب ج. ولنفترض حتى، طب هفترض معاك افتراض تاني، ان انا كانت المساله كده ومش معايا ب ج، فانا مش قدامي حل غير ان انا اشتغل جا. ليه جا؟ لان هتبقى جا ج هيساوي المقابل على الوتر اللي انا محتاجه، واحل بقى عادي خالص. مفهومه كده؟ يبقى اذا ممكن يطلب منك اي حاجه. المره دي السؤال بتاعنا، نرجع بقى للسؤال. المره دي السؤال بتاعنا ايه؟ المره دي السؤال كان عايز زاويه، ودي برضو حاجه مختلفه. جا ج هتبقى بتساوي المقابل 7.2 على المجاور 4.8. هيطلع معايا طبعا هنعمل على الآلة الحاسبة شيفت تان، 7.2 على 4.8، هيطلع قياس زاوية ج بتساوي 56 درجة و18، 56 درجة اهي و18 دقيقة. مش شرط تكتب الثواني، عادي يعني. ماشي، هل هو عايزها بالقياس الستيني؟ لا، ده عايزها بالقياس الايه؟ الدائري. طب التحويل من الستيني للدائري كنا بنعمل ايه؟ ها، فاكرين؟ في حصة حل المثلث القائم كنا بنضرب في باي على 180 درجة. باي على ايه؟ على 180 درجة. هيطلع معاك هتساوي 0.973، ولازم طبعا تحط عليها علامة الدائري اللي هي علامة شبه الدال كده او شبه الهمزة كده. تمام، يبقى اذا كده انت جبتها. عايز تجيبها دائري، عايز تجيب الدائري الأقرب 3 أرقام عشرية زي ما أنا عملت كده، ماشي. عايز لأقرب رقمين هتبقى 0.97، يعني بكتبها صفر، طبعا ما بتتنطقش 0.97، بتتنطق على طول 97%. تمام.
فبراحتك عادي طالما هو ما طلبش وما حددلكش. يبقى ده كده برضو سؤال فكرته حلوة، ان هو برضو بيراجع لك على لو انت عايز الزاوية بالقياس الدائري. نيجي عند السؤال اللي بعده، بيقول اول حاجة كده سريعا، بيقول ايه قياس زاويتي انخفاض، يعني بيتكلم في زوايا برضو، زوايا انخفاض وارتفاع. اعمل على طول ايه مثلث مثلا، ايه نعمل كده ادي على طول ايه مثلث، ماشي. يبقى اذا انا عندي المثلث ا ب ج. نشوف بقى ايه القصة بقى بتاعت السؤال ده. من قمة برج ارتفاعه 60 متر، ماشي. ارتفاع البرج بكتبه فيه ا ب، يبقى هنا هيبقى 60 متر. رصدت سفينتين في أو سفينتان في البحر على شعاع، رصدت بقى على شعاع أفقي واحد من قاعدة البرج، فوجد أن قياسي زاويتي انخفاضيهما 47 درجة و41 درجة و35 دقيقة على الترتيب. مش فاهم أي حاجة، هو المرة دي مديلك زاويتين انخفاض صح كده؟ طيب بكل بساطة اعمل زاويتين انخفاض في نفس المكان. بص هتبقى بالشكل ده. يبقى إذا الزاوية بتاعتي بتاعت الانخفاض أهي، بس خلاص. ولا نسميها مثلا واو، أي حاجة ماشي. يبقى دي الزاوية بتاعتي بتاعت الانخفاض. طيب اوجد البعد بين السفينتين لأقرب متر. مش فاهمة. أولا أنت عندك زاويتين انخفاض صح؟ طيب يبقى دي زاوية انخفاض السفينة الأولى، ودي زاوية، يبقى هنا كده مثلا زاوية، أو هنا مثلا السفينة الأولى ودي السفينة التانية، خلاص. يبقى البعد ما بينهم هيكون فين؟ هيبقى ب واو. يعني أنت عايز، أو قصدي مش ب واو، ج واو، ماشي. يعني أنت عايز في المسألة ج واو. أجيب ج واو إزاي؟ الطريقة بسيطة، بس أولا هو أنت عندك أصلا زاويتين انخفاض، مين فيهم هتبقى الزاوية ج ومين فيهم هتبقى الزاوية واو؟ ها فكر كده شوية، مين فيهم ج ومين فيهم واو؟ يعني أحط مثلا 47 دي فين، وال41 و35 دي فين؟ طيب بص كده ببساطة، هو أنت لو بتبص على شجرة ماشي وأنت بعيد، يعني مثلا شجرة اهي وانت واقف هنا ماشي، فانت عينك طبيعي اترفعت شوية عشان تبص على الشجرة، ماشي، ادي الزاوية بتاعتك. طيب لو انت قربت وجيت هنا، فانت طبيعي عشان تبص على الشجرة بترفع رقبتك اكتر اصلا. شايفين الزاوية بقت عاملة ازاي؟ فعملت زاوية اكبر صح؟ ليه؟ لان انت اصبحت قريب اكتر ليها، فطبيعي بترفع رقبتك اكتر عشان تشوفها. صح مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. يبقى اذا نفس الفكره هنا بالظبط. لو انت، يبقى كل ما انت بتقرب من الحاجه كل ما انت بتعمل زاويه اكبر، لان الحاجه بتقرب فطبيعي انت بتعمل زاويه اكبر عشان تشوفها. لكن من بعيد كان ممكن ترفع رقبتك حاجه بسيطه بس كده، ماشي. يبقى اذا كل ما انا بقرب كل ما الزاويه بتكبر. يبقى منطقي مين اللي هتبقى، يبقى ج هتبقى ايه؟ هتبقى 47 ولا 41 و35؟ هتبقى طبيعي 47. ليه؟ لانها الاقرب للبرج، فبالتالي هي اكبر. يبقى هنا هتبقى 47 درجه والتانية هتبقى 41. نعملها كده 41 درجه وكام؟ كانت 41 و35 دقيقه. مفهومه كده؟ تمام. من قمة برج، يبقى احنا كده كتبنا كل البيانات اللي هو مديها لي. اعمل ايه بقى عشان اجيب ب واو دي؟ مفيش غير حل واحد بس عشان تجيب ب واو، ان انت تجيب ب واو. انا كنت بقول لك مفيش غير عشان نجيب ج واو مش ب واو عشان اتلخبطت، تمام. طيب عشان نجيب ج واو نعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد، ان احنا نجيب ب واو، وبعد ما نجيب ب واو نجيب كمان ب ج، ونطرح ب واو ناقص ب ج. ناقص ايه؟ ب ج اللي هي دي من المثلث ده. فطبيعي لو طرحت الكبيرة ناقص الحتة اللي هي ب ج دي هيديني ج واو، بس كده. يبقى خلاص نشتغل دلوقتي على اننا نجيب ب واو ونجيب ب ج. هنجيب الاول مين اسهل نجيبه في الاول؟ الاتنين سهلين عادي خالص. تعالوا نجيب ب ج الاول عشان نخلص منها اللي جوه دي. ب ج يعني انا هشتغل في المثلث ا ب ج. عشان اجيب ب ج، ما هي ب ج دي بالنسبة للزاوية ج هي المجاور، ودي بالنسبة لها المقابل صح؟ طيب معايا مقابل وعايزة المجاور ومعايا الزاوية، يبقى مفيش غير الظا. يبقى اذا ظا 47 درجة هيساوي المقابل 60 على المجاور اللي هو ب ج اللي انا عايزه. يبقى ب ج هتطلع معايا، بص، 1 في 60
على ظا 47 درجة. هتعملها على الآلة الحاسبة هتطلع لك تقريبا 55.9، ممكن تعملها مثلا 9 متر. هو كان طالب بحاجة معينة لأقرب حاجة، لا ده طالب لأقرب متر، لأقرب ايه، لأقرب متر. يعني انت ممكن تقربها كمان. يعني دي هتبقى 6، شيل بقى دي كده، دي هتبقى كده 56، يبقى دي كده 56. خلاص 56 ايه متر، يبقى دي كده ب ج. طيب عشان اجيب ب واو، ب ايه واو، هجيبها ازاي؟ هشتغل كده في المثلث ا ب واو. تمام، معايا الزاوية واو ومعايا المقابل بتاعها اللي هو 60، وعايز المجاور كله اللي هو ب واو. نفس الفكرة، هنقوم عاملين ظا 41 درجة و35 دقيقة هيساوي المقابل 60 على المجاور ب واو، ب ايه ب واو. يبقى خلاص، يبقى نقوم قايلين عاملين كده طرفين في وسطين، يبقى ب واو هتطلع معايا بواحد. هقولها لك سريعا عشان مفيش مكان، بس 1 في 60 على ظا 41 درجة و35 دقيقة. تمام، هيطلع معاك 11، لا مش 11، هيطلع معاك 67 و6 يعني ممكن تقربها تبقى 68، بما انه هو بيقول لك عايزها بالمتر، عايزها لأقرب متر، يعني دي 68. لما تطرح بقى يبقى انت دلوقتي عايز ايه بقى؟ عايز اصلا ب واو ناقص ب ج عشان اجيب ج واو. بص كده، يبقى اذا لو انت عايز اهو ج واو، نعملها كده في حته كده في الجنب، ج واو هتبقى بتساوي ب واو ناقص ب ج اللي احنا جبناه. ب واو اللي هي كام؟ اللي هي الكبيره اللي هي 68 ناقص 56، هيطلع لك 12 متر. يبقى الإجابة كام؟ 12 متر. السؤال ده فكرته ان انت ما تتخضش لما يجيلك زاويتين سواء ارتفاع او انخفاض، زود بس، خلي بس في زاوية كمان بس وخلاص. تمام، لكن بتحل برضو طبيعي جدا، والسؤال برضو بيبقى بسيط. نيجي عند السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول اهو، السؤال ده فيه أسئلة اختر، جبته عشان فيه فكرة بسيطة جدا ممكن حد ما ياخدش باله منها. إذا سار شخص مسافة 1 كيلو متر على طريق منحدر، على طريق ايه؟ منحدر. يبقى طريق ايه؟ منحدر، 1 كيلو متر ماشي. يميل على سطح افقي، هو بيأكد لك اهو، بيأكد لك ان المنحدر ده بص بيميل على السطح الافقي بزاوية 22 درجة و15 دقيقة ماشي. فإن مقدار ارتفاعه عن المستوى الأفقي عندئذ يساوي كام؟ أول حاجة هعمل ايه؟ هعمل مثلث قائم عادي خالص، يلا بينا. أ ب ج، ادي مثلث قائم. بيقول ايه؟ إذا سار شخص مسافة 1 كيلو متر على طريق منحدر. المسافة اللي هو طلعها دي على طريق منحدر، على طريق منحدر، يا ترى الطريق المنحدر هيكون أ ب؟ ها؟ لا طبعا، أ ب ده رأسي، صح؟ طريق رأسي. طب هل هو ب ج؟ لا طبعا، ده طريق أفقي. امال ايه اللي طريق مايل؟ مائل اللي هو أ ج اللي انا ممكن احط فيه الطريق المنحدر ده. يبقى اذا 1 كيلو متر دي هتبقى عند الطريق المنحدر اللي هو أ ج، يبقى 1 كيلو متر ماشي. يميل على سطح افقي بزاوية قياسها كذا. هو مين اللي بيميل؟ الطريق المنحدر اهو بيميل على سطح افق. يعني ايه بيميل على سطح افقي؟ ادي اهو بص الطريق المنحدر ماشي، وادي السطح الافقي وادي السطح الرأسي، بوضحها لك. لو قال لي بيميل على السطح الافقي يعني بيعمل زاويه هنا. طب لو قال لي مثلا بيميل على السطح الرأسي يعني بيعمل زاويه هنا، صح كده؟ مفهومه؟ يبقى اذا هنا بيميل على السطح الافقي يعني الزاويه ج زي ما هي عادي خالص، يبقى الزاويه هنا هتبقى مكانها ج. يبقى نشيل بس ده كده الاول، هنا دي كانت 1 كيلو متر، الزاويه ج 22 درجه و15 دقيقه. فإن مقدار ارتفاعه عن المستوى الأفقي. الارتفاع بحطه فين؟ بحطه في أ ب، يعني هو عايز أ ب ماشي. عندئذ يساوي كام متر تقريبا؟ ثانية واحدة كده، ركز كده شوية، بيقول لي كام ايه؟ متر تقريبا، متر طب شوف كده القياسات اللي هي عندك، طبعا دي زاوية مالناش دعوة بيها. طب هنا 1 كيلو متر، يبقى إذا طالما هو عايز الناتج النهائي يبقى بالمتر، يبقى حول الكيلو متر ده، يبقى ما تخليش، يبقى ما تشتغلش بكيلو متر. تمام؟ طيب ما احنا عارفين ان ال1 كيلو متر بيساوي 1000 متر، صح؟ فخلاص
يبقى كده بالنسبة لي هيبقى ده بالنسبة لي كده بيساوي 1000 متر. اشتغل بالمتر عشان يطلع لك على طول الإجابة بالمتر. طب لو أنا مثلا نسيت وفي الآخر نسيت وحليت، طب في الآخر مش هيطلع لك الناتج أصلا، ناتج من النواتج دول. هتعمل ايه؟ اقرا تاني السؤال، هتلاقي بيقول لك كيلو متر وانت عايز بالمتر، اضرب الناتج في 1000 برضه. تمام؟ فما فيش أي مشكلة، يا إما تحلها من الأول ب1000 متر، يا إما تحلها في الآخر خالص تضرب في 1000. هنحل ازاي؟ انت عايز المقابل للزاوية، ما هو ده المقابل اهو. انت عايز المقابل ومعاك ايه؟ معاك الوتر. هل معايا المجاور؟ لا، يبقى معايا مقابل الوتر. يبقى اشتغل جا ولا جتا ولا ظا؟ ها، جا طبعا. ليه جا؟ لان جا مقابل على وتر. يبقى اذا جا الزاوية يعني جا 22 درجة و 15 دقيقة هيساوي المقابل اللي هو اللي انا عايزه اللي هو ا ب على الوتر اللي هو 1000. يبقى أ ب هيساوي طرفين في وسطين اهو، يبقى 1000 مضروبة في جا 22 درجة و15 دقيقة. يعني كده هتساوي لو عملتها على الآلة الحاسبة هيطلع لك الناتج 378.6. بص كده بقى هتلاقيه الاختيار رقم ج. مفهومة كده؟ يبقى ببساطة ان انت لو حتى ما خدتش بالك في الاول هتلاقي اصلا الرقم مش هيطلع معاك مظبوط، فهتضطر ان انت في الاخر برضو تضرب فيه 1000. فماشي، فانت بس بقى واخد بالك ان لازم يكون المسألة كاملة بنفس الوحدات، لو ما فيش يبقى انت في تحويلة اكيد لازم تحصل. نيجي عند اخر سؤال معانا، بيقول وقف شخص طوله 1.5 متر على بعد 5 امتار من قاعدة. اولا ارسم بس كده ايه مثلث قائم عشان على طول بقى ايه تشتغل. ادي مثلث قائم ا ب ج، قائم في ب طبعا. ماشي، بيقول ايه بقى؟ بيقول وقف شخص طوله 1.5 متر على بعد 10 امتار من قاعدة سارية. على بعد 10 من قاعدة سارية، الكلمة دي مش غريبة عليا. ليه؟ على بعد 10 يعني هنا 10 متر. تمام، ماشي. سارية علم مثبتة رأسيا على سطح الأرض. تمام، سارية العلم بتبقى كده وبيبقى فيها العلم، يعني بتبقى بالشكل ده. بصوا اهي، هنا مثلا وطالع هنا العلم، صح؟ فبتبقى كده مثبتة طبيعي، يعني بتكون واخدة طول أ ب. فاهمين قصدي؟ بتكون واخدة طول ايه؟ أ ب. ماشي، هنشوف بس لسه. بعد كده بيقول فوجد أن قياس زاوية ارتفاع أعلى نقطة في السارية هتساوي كذا، اوجد طول السارية. في هنا مشكلة. ايه المشكلة؟ ان هو كان دايما عمره ما كان بيجيب، يعني كنا دايما حتى لما شرحنا قلنا عين الشخص، صح؟ وانا ليه ما قلتلكش الشخص نفسه؟ لا، ده انا قلت لك مستوى عين الشخص، صح؟ يبقى اذا انا دايما بقيس من عند المستوى بتاع عينه. يعني انا مش باخد حساب ابدا في المثلث بتاعي طول الشخص ولا اي حاجه من الحاجات دي. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان هو المره دي زود لي معلومه. قال لي ايه؟ قال لي كان طول الشخص 1.5 متر. طب ما انا اصلا مش بحتاج طول الشخص، بس هو دلوقتي قال لي طول الشخص. يبقى اذا الشخص بيقيس الزاويه، صح؟ تمام. طيب مش الزاويه كانت بتبقى عندي هنا، صح؟ يعني عين الشخص اعتبرها انها هنا مثلا، صح ولا لا؟ عين الشخص هنا، مش احنا دايما بنبص اهي؟ ادي مثلا كنا دايما بنقول ايه؟ ادي عينه وفتحت زاويه، عملت ايه؟ عملت زاويه. حلو، يبقى اذا هي عينه كانت هنا. هو دلوقتي مديلك طول الشخص، انزل بقى بالجسم، انزل بقى بطول الشخص كام. يبقى طول الشخص معايا، انزل بقى، يبقى ده طول الشخص تقريبا اهو، اللي هو كام؟ اللي هو بالنسبه لي 1.5 متر. هو قال لي اهو 1.5 متر. المره دي بقى عايزك ان انت لا تحط لي الشخص كامل، هنا دي عينه بس، يبقى انزل بالشخص. مفهومه كده؟ يبقى دي ايه؟ احنا كنا دايما بنشتغل بعينه بس، هو مديني طول الشخص، يبقى انزل الشخص كامل بقى. ادي الشخص كامل 1.5. ماشي، ده يفيدني ازاي؟ ده يفيدني ان انت طبيعي هنا ده طول الشخص 1.5، يبقى هنا كمان، يبقى خلاص قفل بقى. قفل ايه؟ بص كده اهو، قفل بقى دي كده، نعملها كده، وطبيعي هنقفل كمان ده عشان يبقى شكل بقى قدامي اقدر ان انا اشتغل عليه. تمام، طبيعي ده 1.5، وليكن مثلا احنا هنسمي دي د ه مثلا. ماشي، طبيعي كانت النقطة ج د بتساوي 1.5، يبقى ب ه كمان هتبقى 1.5 متر. ماشي، يعني ده كل ده بالنسبة لي مستطيل عادي خالص. هو عايز طول الايه؟ طول السارية. طول السارية السارية دلوقتي هل هي بالنسبة لك أ ب برضو؟ لا طبعا. ليه؟ هو كان الشخص بيقيس تحت الأرض يعني يعني هل كان الشخص كده مثلا واقف كده
وادي اهو، وادي السارية بقى. فهو كان بيقيس وهو كان تحت الارض. ليه؟ طبعا مثلا هنا ايا يكن بقى، ده كان شكل الايه العلم. هل هو كان بيقيس تحت الارض؟ لا طبعا، هو كان فوق الارض. فاذا السارية برضو على نفس المستوى بتاعه. يعني بمعنى ادي كان الشخص اهو، ادي الارض بتاعته اللي هو كان واقف عليها، وادي سارية العلم. سارية العلم ايا يكن بقى تترسم ازاي اهي. ماشي. يبقى اذا هو نفس المستوى. ده كان طوله كام؟ كان طوله 1.5 متر. يبقى اذا هنا برضو 1.5 متر، جزء من السارية 1.5 متر، وبعد كده السارية بتكمل بقى. نفس الفكرة هنا بالظبط. مفهومة كده؟ يبقى اذا طول السارية كده بالنسبة لي مش ألف ب، ده طول السارية ألف ه كامل. ألف ه ايه؟ كامل. يبقى ازاي ان انا اجيب ألف ه كامل؟ انا عارف جزء منه لكن مش عارف ألف ب. اولا ركز برضو كده معايا، انت قلت ج د ب1.5 وب ه طبيعي ب برضو 1.5. طيب ما ب ج ب10 يبقى برضو ه د ب10 متر زيها. ماشي. هل في اي معلومات تانية؟ معلومات تانية عندي عندي ان ارتفاع، نرجع كده، ارتفاع اعلى نقطة في السارية كانت بتساوي كذا. يعني دي ايه؟ دي الزاوية، صح؟ الزاوية بتاعتي 40 درجة، يعني هنا 40 درجة و22، نكتبها كده 22 ايه؟ دقيقة. بس كده. هتجيب ازاي بقى ألف ه؟ مشكلتي دلوقتي انا معايا ب ه، يبقى انا مشكلتي ان انا عايز ألف ب. سهل ان انت تجيب ألف ب ولا صعب؟ يعني انت كده عايز المقابل للزاوية ج. طب ما انت معاك عايز المقابل ومعاك المجاور ليها اللي هو 10، يبقى سهل جدا اشتغل ظا. بسيطة صح؟ يبقى اشتغل ظا، يبقى ظا الزاوية اللي هي ظا ايه؟ ظا ايه؟ ظا ج، يعني ظا 40 درجة و22 دقيقة هيساوي المقابل اللي هو ألف ب على المجاور اللي هو 10، يبقى ألف ب هيساوي طرفين في وسطين، يعني هتساوي 10 في ظا 40 درجة و22 دقيقة. خلاص هتساوي معاك، طلعت 8.5 تقريبا متر. مفهوم كده؟ يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت ألف ب. طب هل انت كنت عايز ألف ب؟ لا، ده انا كنت عايز ألف ه. ألف ايه؟ ه. هجيب ألف ه ازاي؟ يبقى ألف ه كده بالنسبة لي هتبقى مجموع ايه؟ مجموع ألف ب زائد ب ه، يعني كده هتساوي 8.5 زائد 1.5، يعني كده تطلع معاك 10 متر. طيب يبقى انت كده جبت طول السارية اللي هو ألف ه، يبقى اذا طول السارية كان 10 متر. كان بيقول لك الأقرب متر، كده كده انت جبتها ايه؟ لأقرب متر فعلا، من غير لو طلعت معاك و10 مثلا وأرقام عشرية أو أيا يكن، فقربها برضو الأقرب متر هيطلع معاك الرقم 10. تمام؟ يبقى ده كده كان اخر سؤال معانا. كده حصة النهاردة انتهت. خدناها تقريبا كده في 4 صفح تقريبا، 4 صفح. هي حصة بسيطة جدا، ولكن محتاجة منك ان انت تبقى شايف وفاهم درس حل المثلث القائم، وهنا بيكون تطبيق على المثلث القائم مش اكتر، مع فكرة المثلث ده بس ان انت تبقى عارف الارتفاع بحطه فين، البعد عن القاعدة او القاعدة، طول البعد عن القمة، او لما يكون في شيء مائل فانا بحطه في ألف ج، وهكذا. تمام؟ اشوفكم ان شاء الله على خير الحصة الجاية. سلام.